لو نفسك في طبق كسكسي تعالي أقولك إزاي من غير بقى ما نستخدم منخل ولا غربال. هو خطواته كتيرة شوية بس سهل ويستاهل. هننزل ب3 كوبايات من الدقيق في الكبة، وهندوب رشة ملح في نص كوباية مية دافية. هنشغل بقى الكبة وهنضيف المية تدريجيا حبة حبة، مش هنضيفهم مرة واحدة علشان الدقيق ما يعجنش. في المرحلة دي احنا بنحول الدقيق للكسكسي، ولحد بقى ما الدقيق يتحول لحبوبيات رمل والدقيق يكون اتشبع كويس قوي بالمية، وكل حبة كده مستقلة بذاتها. هنضيف بقى الكسكسي على شاشة نضيفة، ممكن تستخدمي فانيلا بيضة مخصصاها بس للكسكسي. نيجي بقى لمرحلة التسوية. هنحط الشاشة على مصفى في حمام بخار على نار متوسطة لمدة ساعة. أهم حاجة إن المية ما توصلش للمصفى نهائي، دي مش تكتلات، هي بس من الحرارة وكتمة بخار المية. بعد كده بقى بعد ما يهدى هنرجعه تاني للكبة، وهنضيف معلقة كبيرة من السمنة في نص كوباية لبن دافي، وهنضيف اللبن تدريجيا واحنا بنضرب الكسكسي. هنكرر نفس الخطوة، هنرجع الكسكسي على الشاشة وبعد كده على مصفى في حمام بخار لمدة نص ساعة. آخر خطوة بقى لفة سريعة كده في الكبة لحد ما نفك أي تشابك. وبس كده الكسكسي ما شاء الله طالع مفلفل وريحته رهيبة جدا وقالب ريحة البيت. في طبقك بقى حطي سكر بودرة أو سكر عادي، شوية زبيب أو مكسرات وشوية حليب ساخن، اللي انت عايزاه واللي نفسك فيه اعمليه وبألف